الآن بعد تكلم المدير العام تاع نادي شبيبة قسنطينة السياسي سي سوسو، هذا اللي راه يتكلم على نادي وفاق سطيف. وفاق سطيف معروف عالميا قاريا عربيا. حبيت نوضح واحد الامور برك بعد المقابله تاع السياسي. بعد ما جينا للفندق ما جا حتى واحد استقبلنا من الاداره السياسي، وحنا يوم جاو لهنا لعبوا استقبلناهم ورحبنا بهم، وطلعنا حتى 15 يعني من اللي ديريجون تاعهم طلعناهم حتى التريبي الاوفيسيال. هما سوسو انا تلاقيت معاه في الممر ثم في الديال، ما كانش حتى كلام ولا سلام، ويتكلم هو على نادي عريق يعني اللي راه يتكلم عليه. واولا باه نقول سي سوسو من المفروض الملعب اللي لعبنا فيه موش ملعب، والملعب الفاستير اللي ديتوه لوفاق سطيف موش فاستير. يعني نحترم المكان هذاك ونحترم مدينه قسنطينه، بصح المكان اللي عطيتوه لنا مش مكان يليق، وانتم استعملتوا واحد الامور هكذا اللي ما عندها ماهيش كره قدم، ما تدخلش في كره القدم. حتى نزيد نرجع لك الكلام اللي راك تتكلم فيه. كاين اعضاء مكتب الاداره اللي وصلوا للملعب وما خلاهمش يدخلوا، واللي ما خلاهمش يدخلوا الاداره تاعك والمسؤولين تاعك. وكاين اللي بعد ما دخلت انا ويعني ورحت للمحافظ المقابله والمراقب المقابله والامن نتاع قسنطينه، هم مشكورين المجهودات اللي بذلوها مع المقابله هذه، ومشاو معانا ويعني ودخلوا لي ديريجون، وانت كنت تحت في الفاستير قاعد تبع لي في الكواليس. باج هذه ولا الصفحه الرسميه تاعنا احنا وحنا المسؤولين عليها، والرئيس مجلس الاداره مش لاتي بهذا الفيسبوك، انا اللي لاتي بهذه الامور هذه تاع الصفحات وتاع تنفيذ الامور هذه، انا هو المسؤول عليها، وحنا اللي تكلمنا وحنا اللي. اما رئيس مجلس الاداره السي عبد الحكيم سرار ما على بالوش بهذه الامور، موش تتبع في هذه الامور. كاين امور اكثر من هذه اللي يتبعها، وانما انا ما عطيتوش يعني المعلومه، من المفروض نوصل المعلومه، وانما كانت مع رمضان هذاك ما وصلتوش المعلومه. هذه هي الواقعه اللي راك تتكلم عليها. بس غنقول لك سي سوسو، الاستقبال تاعك مع نادي وفاق سطيف كان استقبال سلبي مش ايجابي. وفاق سطيف وتقول راني ربحتوا منا ب7 ماتشات و10 ماتشات ومالك، فاهم؟ انا نقول لك واحد الكلمه هكذا، انا نوض ونخلي التاريخ والامور هي اللي تتكلم اللي ورايا ان شاء الله. تفضل. المفروض احنا يوم جات جو الانصار تاعكم 845 عطيناهم انفراج كومبلي يهز 4000 مناصر، الناس الكل تشهد. انت 100 عطيتنا 100 تذكره. نشكروا الامن اللي ما خلاش لي سيبورتور برا، يعني دخل ما قدر يدخل، لان هذاك الكراسي اللي يتحملوا الطاقه تاع اللي دخلوا. نشكرهم هما اللي دخلوا يعني وضبطوا الامن يعني كما ينبغي. يعني لو ماش الامن كانت تصير مشاكل كبيره وكبيره وكبيره، فاهم؟ دونك الامور هذه نترفعوا عليها هنا.